موزة دايبة وفي الفرن هتحسي ان انت بتاكلي اول مرة موزة بالطريقة الحلوة دي. وفعلا التتبيلة بتاعتها طعمة بطريقة مش هتتخيليها، وهتعمليها دايما وهتعمليها في كل انواع قطعيات اللحمة من كتر ما هي طعمها حلو. اول حاجة يا مساء او صباح الهنا والسعادة على كل حد بيتابعني وكل حد يوصل له الفيديو الحلو ده. اول حاجة هنجيب الموزة بتاعتنا. لو انت عندك موزة حتة واحدة زي اللي عندي دي تمام، لو عندك انك هتفصصيها مفيش مشكلة. انا جبت صينية، جبت فيها معلقة سمنة سيحتها، وجبت الموزة بتاعتي. الموزة دي كبيرة شوية، شوحتها يمين وشمال على البوتاجاز عادي من فوق، خليتها تاخد الصدمة يمين وشمال. كان ممكن ان احنا نقطعها او نفتحها شوية بحيث ان تسويتها تبقى اسهل، بس انا كنت حابة ان انا تبقى قطعة واحدة. بعد ما وانا بشوحها حطيت لها شويه فلفل اسمر يمين وشمال، اديت لها الصدمه في كل الجوانب. انتي ممكن تخليها لو عندك حته اللحمه عايزه تستوي شويه ممكن تغطيها بغطا وتحطي عليها نص كوبايه ميه مش اكتر، بحيث ان هي تديكي سوى زياده. ممكن تسيبي بقى الحاجه على النار، الموزه على النار، وتعالي نعمل تتبيله تانية. هنظبط صينية نحط عليها الموزه. بعد كده هجيب شرايح طماطم، ممكن يكون ربع كيلو شرايح طماطم، مع 4 بصلات برضو شرايح، مع فلفل ألوان، مع عندي بقى كزبرة وبهارات وجوزة الطيب وملح، وبرضو شوية فلفل أسمر صغيرين. كل ده هحطه على الطماطم والبصل والفلفل الألوان. وهجيب نص معلقة توم مفروم ومعلقة سمنة، وابتدي ان انا الخليط ده كله هو يا جماعة اللي هيبقى تحت الموزة بتاعتي، فلازم يبقى متطعم ومتبل بطريقة حلوة قوي. قلبي بقى كل الحاجات دي عشان التوابل تخش فيها. وهبتدي ان انا ابص على الموزة بتاعتي. انت لو حاسة ان هي عشان حجمها كبير عايز يستوي شوية زي ما قلتلك في الاول، هتجيبي نص كوباية مية مغلية تحطيها عليها، في نص كمان، يعني كل ما تنشف المية هتزودي على الموزة لغاية ما تحسي ان هي يعني هنقول استوت 50%. وبعد كده هتنشليها من المكان اللي هي فيه وحطها على الصينية اللي فيها الطماطم مع البصل مع الفلفل الألوان. في ناس طبعا ممكن تحط بطاطس، بس أنا ما فضلش بطاطس مع الموزة لأن تسوية البطاطس غير تسوية الموزة. بعد كده هتسيبيها بقى ساعة وربع داخل الفرن على فرن درجة حرارة 180. ومن وقت للتاني ممكن ان انتي تطلعي الصينية تبصي عليها، لو لقيتيها ان هي محتاجة مثلا نص كوباية مية مغلية ممكن تحط لها، بحيث ان هي تبتدي ان هي تبقى طالعة دايبة ومستوية. طيب هناكل جنبها ايه؟ هناكل جنبها ممكن بطاطس بيوريه، ممكن رز ابيض بس، ممكن لو عندك مكرونة بشاميل ممكن تنفع برضو معاها، ينفع يتاكل جنبيها حاجات كتير. بس هي انت هتلاقيها ولا احلى من كده تتبيله، وريحتها فعلا تحفه وجميله. شايفين الموزه يعني فعلا مستويه. لو فعلا استفدتوا من الوصفه اتمنى اشوف تعليقاتكم الجميله، ودايما اشوفكم في خير واسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.